أهلا بالجميع. اليوم قصتنا عن دواء عجيب، دواء قوي جدا جاء من مكان ما يخطر على البال. قصة تبدأ من واحدة من أبعد الجزر على كوكب الأرض وتنتهي بإنقاذ حياة الملايين في المستشفيات حول العالم. هذه هي قصة الرابامايسين. هذا هو السؤال الأساسي اللي راح يقودنا في رحلتنا اليوم. يعني كيف ممكن شوية تراب من جزيرة بركانية معزولة يكون إلها علاقة بأحدث ما توصل له الطب؟ طيب خلونا نتعمق في الموضوع. خلونا نبدأ بما هو معروف عن الرابامايسين حالياً. يعني قبل ما نغوص في قصة اكتشافه، مهم نفهم ليش هذا الجزيء بالذات يعتبر شيء كبير في عالم الطب الحديث. شوفوا هالتنوع المذهل، يعني دواء واحد بس قادر يمنع جهاز المناعة من مهاجمة كلية جديدة مزروعة، وبنفس الوقت يحافظ على شرايين القلب مفتوحة، وحتى إنه يدرس كعلاج محتمل لإبطاء الشيخوخة. هذا التنوع بالذات هو اللي يخلي الرابامايسين مش مجرد دواء عادي، لا، هو ثورة طبية حقيقية. والآن خلونا نرجع بالزمن لورا، نرجع للحظة اللي تم فيها اكتشاف هذا المركب الخارق. رحلتنا رح تأخذنا لمكان بعيد وغامض ومليء بالأسرار. اكتشاف الرابامايسين طبعاً ما جاء من فراغ، كان جزء من موجة علمية كبيرة للبحث عن أدوية منقذة للحياة في الطبيعة. بالضبط مثل ما البنسلين اللي جاء من فطر عفن غير وجه الطب بالكامل، كان في أمل كبير إن التربة ممكن تكون مخبية كنوز ثانية مشابهة. تخيلوا معي المشهد، السنة هي 1972. فريق من الباحثين الكنديين موجودين في جزيرة القيامة، اللي تعتبر واحدة من أكثر الأماكن انعزالاً في العالم. هم ما كانوا يدوروا على دواء لزراعة الأعضاء أبداً. كل اللي كانوا يسوونه هو جمع عينات من التربة على أمل يلاقون أي كنز ميكروبي جديد. ما كان عندهم أي فكرة أبداً إنهم على وشك يلاقون شيء رح يغير مسار الطب للأبد. في هديك التربة لقوا نوع من البكتيريا ما كان معروف من قبل. هالبكتيريا كانت تنتج مركب غريب. في البداية فكروا إنه ممكن يكون مفيد كمضاد للفطريات، شيء بسيط، لكنهم ما كانوا يدروا أبداً إنه اللي بين إيديهم هو شيء أعظم بكتير، شيء رح يغير حياة الملايين. طيب، ما هو هذا المركب بالضبط؟ وكيف يتم إنتاجه؟ خلونا ننتقل من سؤال وين تم الاكتشاف إلى إيش هو الشيء اللي اكتشفوه بالضبط. الرابامايسين ينتمي لعائلة كيميائية جبارة اسمها البوليكيتيدات. فكروا في الميكروبات كأنها مصانع كيميائية صغيرة، وهذه البوليكيتيدات هي من أقوى وأعقد منتجاتها. المضادات الحيوية، أدوية السرطان، كتير منها جاي من هذه العائلة. هي فعلاً الترسانة الكيميائية للطبيعة. بالتحديد، الرابامايسين هو ماكروليد. هذا المصطلح يعني إنه تركيبه الكيميائي فيه حلقة كبيرة جداً ومعقدة، وهذه البنية الضخمة هي مفتاح قدرته على التفاعل داخل خلايانا بطرق دقيقة وقوية جداً. طبعاً ما نقدر نحصل على الدواء مباشرة من التربة، الموضوع أعقد من كده. تحويل هذا الاكتشاف الطبيعي لدواء نقي يمر بعملية صناعية دقيقة، تبدأ بتخمير البكتيريا في خزانات عملاقة، وبعدها يتم حصادها وتكسيرها بحذر شديد عشان يستخلصون الجزيء الثمين، وفي النهاية يتم تنقيته وفصله بدقة. الآن نوصل للجزء الأكثر إثارة وتشويق. كيف يشتغل الرابامايسين داخل جسم الإنسان؟ إيش هو السر اللي يخليه بهذه القوة؟ الفكرة بسيطة بشكل مدهش. تخيلوا إنه داخل كل خلية من خلايانا في مفتاح تشغيل رئيسي مسؤول عن النمو، اسمه MTOR. الرابامايسين ما يروح يضغط على هذا المفتاح مباشرة، لا، هو أذكى من كده. هو مثل المفتاح الخاص اللي يلاقي قفل معين داخل الخلية، ولما يرتبطون ببعض هذا المركب الجديد هو اللي يروح ويعطل مفتاح النمو MTOR، يعني يوقف نمو الخلية بذكاء ودقة من المصدر. هذا الإجراء البسيط، مجرد إطفاء نمو الخلية، له عواقب ضخمة جداً. هو اللي يهدئ جهاز المناعة الشرس والمفرط في نشاطه، وهذا شيء أساسي في عمليات زراعة الأعضاء، وهو اللي يوقف تكاثر الخلايا، وهذا مفيداً في علاج السرطان وفي الدعامات القلبية، بالإضافة لتأثيرات قوية ثانية في كل أنحاء الجسم. لكن مثل أي دواء قوي، القوة هذه لها ثمن، والرابامايسين مش استثناء. خلونا نلقي نظرة متوازنة على فوائده ومخاطره.
خلونا نأكد مرة ثانية على القيمة الهائلة لهذا الدواء. هو ينقذ الأرواح كل يوم لأنه يخلي عمليات زراعة الأعضاء ممكنة وناجحة، ويحسن جودة حياة مرضى القلب وبعض أنواع السرطان. لكن في المقابل، إيقاف مسار نمو أساسي في الجسم ممكن يسبب مشاكل. بما إنه يثبط جهاز المناعة، طبيعي إنه يزيد من خطر الإصابة بالعدوى، وممكن كمان يأثر على سرعة التئام الجروح وعلى صحة الدم وعلى عملية الأيض بشكل عام. فالخلاصة هنا، الرابامايسين هو بالفعل سيف ذو حدين. هو أداة قوية بشكل لا يصدق، لكن لازم يتم استخدامه بحكمة وتحت إشراف طبي دقيق جداً عشان نوازن بين فوائده الجبارة وآثاره الجانبية المحتملة. ونختم بهذا السؤال اللي يدعو للتفكير. قصة الرابامايسين هي تذكير مذهل بأن الحلول لبعض أكبر التحديات الطبية ممكن تكون مخفية تحت أقدامنا في أماكن ما كنا نتوقعها أبداً. إيش ممكن نكتشف بعد كده؟ شكراً لمتابعتكم.